فاكرين الفيلم اللي ما كانش راضي يشتغل ابدا، وحتى لو اشتغل ما يتشافش منه الا 5 دقايق بس؟ ما عرفتش اشوف غير 5 دقايق بس 5 دقايق ايه يا اختي؟ ده احنا ما لحقناش نشوف فيهم 5 دقايق. 5 دقايق وشكل الشريط يهوس يا باشا ما لحقنا نشوف منه الا 5 دقايق بس. هو ده فيلم ثقافي رجع بعد 25 سنة بالجزء الثاني. طبعا كلنا عارفين ان هو ما كانش مجرد فيلم كوميدي، ده كان جايد دليل ارشاد لجيل كامل، بس بطريقة غلط شوية. الفيلم اللي جمعنا على VHS واحد راجع تاني بنفس الكاركترات والابطال السخاوي وفوزي وبيبو اللي كانوا طول الفيلم بيدوروا على الشريط، ولما يلاقوا الشريط ما يلاقوش المكان، ولما يلاقوا الشريط والمكان ما يلاقوش الجهاز. دلوقتي بعد 25 سنة عيالهم بقى معاهم نت 24 ساعة. في الجزء الأول كان أقصى طموحهم إن الفيلم يشتغل، لكن دلوقتي الكابوس بعد 25 سنة إن عيالهم هم اللي هيشغلوا لهم الفيلم. وده يفهمنا إن الجزء الثاني مش مجرد تكملة للحكاية، لا ده هيورينا بعد ما بقوا آباء وخلاص اتجوزوا وخلفوا وبقى عندهم أطفال في سن الشباب، هيبدأوا يراقبوهم ويقفلوا عليهم الواي فاي، لأن كل حاجة بقت أونلاين. مش زي زمان كانوا بس بيجيبوا قلم عشان يرجعوا لقطة من الفيلم في الشريط. وطبعا كلنا فاكرين شخصية برايز. ايوه برايز. ايوه برايز. ايوه بلايز، احنا واقعين في عرضك اخويا. عبقري زمانه، المستشار الاستراتيجي اللي مفيش اي حاجة عنده ملهاش اجابة، حتى لو السؤال ملوش علاقة برضه بيجاوب، والوحيد اللي اكتشف ان العيب مش فيهم، العيب في النظام. العيب مش فيكم، العيب في النظام. يا ترى بقى مين برايز بتاع جيل التيك توك؟ شات جي بي تي؟ جوجل؟ ده حتى لما بتيجي تنزل تطبيق من جوجل بلاي او اب ستور بتلاقي للاسف اعلانات طالعه لك من اكس ان. وطبعا كلنا فاكرين المشهد الشهير في الفيلم اللي كلنا بنحبه، وانا شخصيا بحبه. طب انا هعمل معاكم اتفاق، اوريكم من هنا لهنا ب5 جنيه. هم 2 جنيه بس مفيش غيرهم. طيب اوريكم من هنا لهنا ب20 جنيه. ما اصل حضرتك رجليكي طويله قوي، وعبال ما نوصل للمنطقه اللي احنا عايزينها نكون بعنا اللي ورانا واللي قدامنا. للاسف الله يرحمه الحاج دودي ضيع علينا اللقطه. طبعا برضو فاكرين الحاج دودي. يلا خش جوه. دلوقتي مبقاش فيه من هنا ولا من هنا، الدنيا بقت مفتوحه على البحر يا باشا، المواقع شغاله وكله افيلبل بلس 18، والدنيا تمام قوي قوي قوي، واتش دي كمان وفور فري يا معلم. بس ده مش مبرر ان لحد النهارده نفس المشهد يكمل وكان الحاج دودي ما يموتش، لانه بصراحه مات في وقت غلط. واخيرا وبدون هزار الفيلم ده هيكسر الدنيا، لان ببساطه الكيمياء لسه موجوده بنفس الابطال ونفس الممثلين اللي احنا عارفين روحهم وخفه دمهم. وكمان المخرج محمد امين راجع يضرب من جديد وهيعرفنا احنا كنا ايه وبقينا ايه.